في واحد اسمه سيف، شاب عادي بيشتغل بالليل في صيدلية صغيرة في أطراف بلد مهجورة. في ليلة بردها قاتل دخل عليه راجل لابس جلابية سودة، عينه حمرة، ريحته كانت زي اللحمة المعفنة. طلب منه حاجة غريبة جدا، طلب منه دم بني آدم. سيف افتكرها هزار، بس الراجل بصله وقال: لو ما جبتليش الدم اللي أنا عايزه هخلي الجن ياخدك زي ما خد اللي قبلك. والراجل اختفى من غير ما يفتح الباب. سيف حاول يتجاهل الموضوع، بس من وقتها كل ما ينام بيشوف نفس الحلم: طفل صغير مربوط بسلاسل في قبو بيصرخ باسمه: الحقني يا سيف، هم بيقطعوا فيا حي. بدأت تطفي النور لوحدها، العيلة بتتحدف من الرفوف، أصوات بتهنس له من تحت الأرض: خلص الدم، لازم دم جديد. وفي مرة وهو في الحمام بص في المراية لقى وشه مش هو، كان وش الراجل اللي دخل عليه، وعرف إن الجن لابس عليه وإن الطلب ما كانش هزار. اللي اشتغل في الصيدلية قبله اختفى من غير أثر، وكل اللي يشتغل مكانه بيتلبس. لكن سيف قرر يقاوم، جاب شيخ يقرأ قرآن في المكان. لكن الشيخ أول ما دخل قال: انتم فتحتوا بوابة مش مفروض تتفتح، مش جن عاديين، دول شياطين مسدوحة. واللي حصل بعدها محدش يعرف. الصيدلية اتحرقت، وسيف لحد النهاردة مختفي. لو أول مرة تسمع القصة دي ما تنساش تكتب لي رأيك في التعليقات، وتحكي لي لو حصل معاك موقف مشابه، واعمل لايك وشير للفيديو، واشترك في القناة علشان أقول لك القصة اللي بعدها واللي فيها هتعرف سر المكان اللي بيدفن فيه الجن لما يموت.